حبايب قلب ام ادم، صباح الفل يا حبايب قلب وصباح الخير وصباح السعاده عليكم يا حبايب قلب. عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا قلت اصور لكم النهارده هعمل ايه. هعمل شويه بطاطس مقليين وهناكل تونه. قلت اصور لكم وانا بعمل البطاطس يا حبايبي. تعالوا اوريكم كده المطبخ بتاعنا. قلت اعمل شويه بطاطس كده حلوين مقليين، وابو ادم راح يجيب لنا علبتين تونه وقلنا ناكل، والحمد لله كده لحد لما نفكر في الغدا او العشاء. احنا بنفطر ما بنتغداش، بنتعشى على طول. نحط البطاطس بتاعتنا كده لما يجي ابو ادم راح يجيب لنا التونه. اول ما تيجي التونه هوريها لكم. طبق البطاطس يا حبايبي، شايفين بحمر البطاطس، بس البطاطس ريحتها خطيره. بصوا الله كده يا حبايبي. خلصنا البطاطس بتاعتنا طلعناها، وابو ادم لسه ما جابش البتاعه دي، التونه لسه ما جابهاش. يعني انا خلصت البطاطس قبل ما يجي ابو ادم. استنونا هوريكم التونه اللي جابها لنا ابو ادم شكلها ايه. بصوا علبتين مولعين حار 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 حار، شتة وواحده للعيال بارده عشان ما بيحبوش الشتة. واهم حاجه عند ابو ادم الشاي العروسه. يبقى هنفضي التونه، وجاب لنا ب10 جنيه عيش كده سخن بالطابونه حله يطلع بخار. العيش بيطلع بخار كده مولع. هنفضي التونه بتاعتنا يا حبايب قلبي. جبنا الطبق بتاعنا والمعلقه بتاعتنا. دي التونه البارده عشان ما بيحبوش التونه الحراقه، احنا عايزين حاجه حايقه طبعا. نرمي في السله بقى. ودي التونه الحار، وعندنا شويه مخلل فلفل، وعندنا شويه بطاطس. بصوا مولعه حار دي. بصوا الزيت بتاعها شتة نار. بصوا التونه دي مولعه، القرن الفلفل ده مولع. ويلا كده سيبكم بخير وسعاده حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. باي.